هنعمل النهارده بقى ايه؟ صلصة طماطم ان شاء الله باذن الله. نستغل موسم الطماطم اللي اليومين دول رخيص. عندك الكيلو ب10 جنيه. طبعا فاكرين لما كان الكيلو ب35 و40، لا اليومين دول الكيلو ب10 جنيه. وننقي الطماطمية اللي هي الجميلة دي، وعندي قرنين فلفل هحطهم معاهم اهو، وهحط معاه ايه، واحدة بنجر. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ ايه نعمل نقطع الطماطم دي زي ما احنا شايفين. قطعتها مكعبات، وقطعت البنجر اهو لحتت صغيرة بس. وهبدأ بقى ايه اولع عليها. شايفين بقى بدأت تجيب الايه المية بتاعتها اهي. انا حطيت لهاش مية، هي بتجيب ايه، بالتنها بتجيب المية بقى بتاعتها. هسيبها بقى لحد ما تجيب ميتها وتغسل خالص المية ديت. بعدين اوريها لكم بقى كده. شايفين بقى خلت خالص ازاي. وبرضو ايدك ايه عليها، ايدك دايما ايه فيها كده تقلبيها من تحت عشان ما تلزقش. شوف جايبه ميه كتير خالص. تاني بقى بقى لحد ما هوريها لكم بقى ايه المرحله اللي هي بقى بعد كده هعمل ايه فيها ايه. انا هطفي عليها دلوقتي، ولو عندك هاند بلندر هتضربيها بيها. انا عشان ما عنديش هاند بلندر وعندي الخلاط، فهسيبها لما تبرد وبعدين هضربها في الخلاط، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. لما بردت بقى ضربتها في الخلاط، وهبدأ بقى ايه احطها في الحلة تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بسم الله ما شاء الله شكلها جميل جدا. حابة تصفيها صفيها، لا انا بصراحة ما تصفهاش. هضرب بقى الكمية كلها وبعدين هحطها على النار، وفي الاخر هوريها لكم. شايفين بقى المرحلة دي نشفت خالص، ما عادش فيها ميه خالص اهو. هبدأ بقى اجهز الحاجة اللي انا هحطها فيها وهوريها لكم. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله طلعت ايه، كيلو. البرطمان ده بياخد كيلو. تخيلوا بقى الكيلو ده والبرطمان ده هيكون بكام بره. لو احنا جبناه صلصة كده هتلاقيه ب100 جنيه. في ناس ساعات يقولوا ايه بقى، شراء العبد ولا تربيته. يعني ايه شراء العبد ولا تربيته؟ يعني انا اعمل بدل ما اقعد اوجع دماغي واتعب، اجيب الحاجة جاهزة. بالعكس في اليومين دول بقى بالذات الحاجة كلها بقت غالية نار، والحاجة في البيت الواحد يعملها ومضمونة، وما فيهاش لا مواد حافظة، ولا عارفة اذا كان الطماطم ديت حلوة ولا مش حلوة اللي هم عملوها. وحطيت من فوق الوش، حطيت ايه شوية زيت اهو. خلاص واقفلها بقى ايه واحطها في التلاجة، وان شاء الله باذن الله برضه هشتري تاني. كان لنا عمر وعشنا ان شاء الله هشتري برضه ايه وهعمل، لان اصلا نستغل اليومين دول الطماطم رخيصة في السوق.
هيجي عليكي شهر رمضان وهتلاقي الايه الحاجة غليت خالص. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.